بيبدأ الانمي بتاعنا النهارده مع الساسكي واللي بيبقى منحوس وحياته بائسة لدرجة انه بيحاول ينتحر اكتر من مرة، بس الحبل بيتقطع وبيقع يتخبط في دماغه، وبيشوف رسالة من المستشفى مكتوب فيها ان نتيجة التحليل بتاعته ظهرت، ولما بيروح بيعرفه الدكتور انه خلاص ما بقاش قدامه غير سنتين بس يعيش فيهم وبعد كده هيموت. هو ماشي في الطريق مكتئب وحزين، بيفكر ان هو يستحمل السنتين دول ويعديهم كده بالطول والعرض، هما كده كده اصلا اللي باقيين في حياته. بيروح مركز الالعاب وبيعدي يومه زي ما هو بيعمل كل مرة، وبيبقى منحوس وما بيكسبش خالص. فبيجيله الناس اللي هو واخد منهم فلوس وبيطلبوا فلوسهم منه وبياخدوه بيطلعوا بره مركز الالعاب، بس هم معديين بيشوفوا واحد كسب الجائزه الكبيره وبيبصوا عليه وبينبهروا من حظه، بس ساسكي بيستغل الفرصه وبيهرب منهم وبيجروا وراه. ولما بيروح الجنينه بيقعد يريح شويه وبيفكر في حياته وايه اللي وصله لكده، وان المفروض كان يتخرج من الكليه ويبقى من النخبه، بس عشان استلف شويه فلوس حياته اتدهورت. وبتجيله فكره مجنونه وانه كده كده هيموت كمان سنتين، فايه المشكله لما يستلف شويه فلوس براحته، هو مش مضطر يسددها عشان كده كده هيموت. فبيلحقوا الناس اللي هو مديون ليهم، فبيجري منهم بسرعه وبيطلع على الجسر، وبيحاول انه يمشي على حرف الجسر بس بيقع في الميه وبيغرق، وبيحاول انه يعوم بس التيار بيبقى شديد وبيسحبه معاه، وبيغمض عينه وبيبقى خلاص هيموت. ولما بيفتح عينه بيشوف تاكاكي قدامه، وبيسمع هانا بتقول ان المد كان عالي قوي النهارده وان كان في احتمال كبير قوي انه يموت، بس تاكاكي كان مصمم انه ينقذه. وبيعرفوا تاكاكي ان هم سمعوا صوت عالي لما كانوا راكبين المركب عشان يصطادوا، وفكروها سمكه كبيره. لما كان بيرمي صنارته شبكت في هدومه وقدروا ان هم ينقذوه، وبيلاقي نفسه لابس جاكيت انقاذ، فبيسال تاكاكي هي ايه البتاع اللي انا لابسها دي، فبيعرفوا ان هي دي جاكيت الانقاذ علشان لو وقع في الميه تاني دي ترفعه على وش الميه عشان الموج عالي. وبيعرفوا ساسكي ان هو مش مهتم وانه قايم مروح عشان عاوز ينام، فتاكاكي بيقول له لو عايز تروح هتعوم مسافه كبيره جدا. فبيستغرب ساسكي من كلامه وبيروح يبص بيلاقي نفسه في مناره في وسط البحر، وبيعرفوا تاكاكي ان هو هيروحه بس لما يخلص صيد هيوصله بالمركب بتاعه. هو قاعد مكتئب من حاله بيبص على هنا وهي بتصطاد، ولما بتلاحظوا هنا بتجيله وتديله صناره وتعرفوا ان ده احسن وقت يصطاد فيه، وبتعرفوا ان دي صناره مناسبه للمبتدئين وتقول له خد جرب، بس هو بيرفض ويعرف ان هو مش في وضع يسمح له بالصيد. فبتعرفه ان الصيد ممكن يغير حياته، فبيقول لها ان حياه الانسان ما بتتغيرش بالسهوله دي، فبتخليه يجرب وتساله هو يعرف منين ان حياته مش هتتغير طالما هو كده كده ما جربش، ولازم يجرب عشان يعرف حياته هتتغير ولا لا. بس بيسمع صوت الناس اللي كانت بتجري وراه وهم بينادوا عليه في الميكروفون وبيقولوا له ان هو يسدد الفلوس اللي عليه وما يهربش مع باقي زمايله. تساله هانا هو يعرفهم ولا لا، فبيعرفها ان هو مديون ليهم، فبترن على سواق المركب اللي هم جايين عليه وبتخليه ياخدهم وبيلف بيهم تاني، وبتقول له ان هو ما ينفعش حد يجي على الصيادين في البحر والا هيندم. فبيترعب منها ساسكي، ولما بيجي تاكاكي يسالهم هم كانوا بيتكلموا عن ايه فبيعرفوا ساسكي ان هو هيتعلم الصيد، فبياخده وبيخلي هانا تعلمه ازاي يصطاد. هو بيحاول يقلدها بس ما بيعرفش يرمي الصناره، وهم بيواسوه وبيقولوا له ان الموضوع محتاج ممارسه وانه عادي يفشل في بدايته وان ده طبيعي جدا لاي حد لسه بيتعلم يصطاد، بس بينجح من تاني محاوله ليه. وبيروح تاكاكي يدي له ملاحظات عشان يتحسن، ويعرفوا ان هو عنده موهبه في الصيد، وبعدها بيفضلوا يصطادوا لحد ما النهار بيطلع. وهم بيصطادوا بيسال ساسكي تاكاكي هم بيستمتعوا بالصيد ازاي وانه مش حاسس باي متعه، فبيقول له ان هو مش صبور خالص وان الصيد ده محتاج صبر ولازم يكون شاب انجلر. فبيسالوا يعني ايه انجلر، فبيعرفوا ان انجلر دي يعني صياد سمك، وبيقول له ان الصيد محتاج تجهيزات ووقت طويل وان ممكن الجو ما يبقاش مناسب وان كل سمكه ليها طعم معين وتجهيزات معينه وجدول المد والجزر لازم يبقى حافظه. ولسه بيكمل كلامه وبيتردد وما بيبقاش عارف هو بيصطاد ليه. لما بيسال زمايله في الفريق كل واحد بيدي اجابه مختلفه، ولما بيحاول يوصل لاجابته اللي هو ما بيبقاش متردد منها بيطنشوا ساسكي، وبيشد الصناره بتاعته بيلاقي نفسه اصطاد سمكه، وبيروح الكل يبارك له وبيشجعه ان هو يصطاد تاني لما شافوه اصطاد سمكه، بس هو بيطنشهم وبيرمي الصناره بتاعته تاني فبيلاقي نفسه اصطاد سمكه كبيره، فبيقعد يعافر معاه عشان يشدها بس هي بتفلت من الصناره، وبيلاقوا سرب كبير من السمك طالع على وش الميه، فبيجري الكل ويصطاد من السمك، وبيقول له تاكاكي انه هيعرف السرب ده بيظهر ازاي بعدين. وهم مروحين على المركب بيعرفوا تاكاكي ان السرب ده بيظهر لما بيكونوا بيهربوا من سمكه كبيره زي اللي هو اصطادها كده، وده كان حظه حلو. ولما بيوصلوا على الشط بيعرف ان هم كلهم شغالين في نفس السوبر ماركت مع بعض، وان ماتشيدا يبقى الرئيس بتاعهم وانه بيوظف العمال المهتمين بالصيد في المحل بتاعه، وبياخدوا تاكاكي يوصله، واول ما بيروح بيلاقي بيته مهدود، فبيبص تاكاكي على البيت المهدود وبيضحك من حظ ساسكي السيء، وبيشوف حاجته اللي كانت في شقته محطوطه في جنب. بيسال تاكاكي ساسكي هو هيعمل ايه وهيقضي يومه فين، وبيعرف ان هو مش هيفكر في الموضوع ده دلوقتي وانه رايح لمركز الالعاب. وفي السوبر ماركت بيبقوا قاعدين كلهم وبيتكلموا عن رحله الصيد الاخيره، بيفكر تاكاكي في ساسكي هو هيعمل ايه في يومه، وخصوصا ان الجو بقى بيمطر. بيبقى ساسكي واقف تحت الشتاء وبيفكر يروح يقضي اليوم في الفندق، بس بيكتشف انه ما عادش معاه فلوس خالص، وبيجيله تاكاكي وبياخده معاه البيت وبيقعد يتكلم معاه، وبيعرف انه ما عندوش مكان يبات فيه فبيبيته معاه، وبيقول ان هو هيشغله معاه في السوبر ماركت وهيروحوا يقابلوا ماتشيدا تاني يوم. وتاني يوم بياخدوا السوبر ماركت معاه، وبيتفاجئ ساسكي ان هم بيبيعوا معدات صيد كتير، وبيروح تاكاكي يكلم ماتشيدا عشان يوظف ساسكي. ولما بيروح يحضر المقابله بيساله ماتشيدا هو بيحب الصيد ولا لا، فبيفكر بينه وبين نفسه ان هو لو
ومش عاوز يتعين يقول له ان هو بيكره الصيد. فبيعرفوا ان هو بيكره الصيد جدا من اخر مره اصطاد فيها سوا. فبيفرح ماتشيدا جدا هو وتاكاكي. بيعرفوا ان هم كانوا محتاجين حد ما بيحبش الصيد معاهم علشان يقدروا براحتهم يروحوا يصطادوا وما يضطروش يقفلوا المحل زي ما بيعملوا كل مره. لما بتسمع هنا كلامه بتخش لهم متعصبه وبتساله هو فعلا بيكره الصيد ولا لا. فبيعرفها ان هو بيكره ريحه السمك اصلا. فبتطلب منه انه يخرج معاها بكره ضروري. وبيبقى في زباين كتير في المحل والمكان كله زحمه علشان هانا ثابت مكانها. فبيطلب ماتشيدا من تاكاكي انه يروح مكان هانا. وتاني يوم بيروحوا الملاهي سوا وبيتعرف ساسكي على ايس وكوزو. وبيبقى هما ومعاهم ساسكي وهانا وتاكاكي كل دول قاعدين سوا مع بعض في الملاهي. وبيروحوا الحمام سباحه محولينه لمنطقه صيد. وبتتحداه هانا ان هو يصطاد اكتر منها لان هي متضايقه من اخر مره لانه اصطاد سمكه اكبر منها. وبتعرفوا ان هي هتكسبه ومش هتخسر منه تاني. وبتروح كوزو تعلمه ازاي يصطاد بالعوامه والطعم الحي وازاي يظبط طول العوامه عشان يعرف يصطاد وايه هو احسن وقت يصطاد بيه بالعوامه. وبتسيبه وتروح تصطاد مع هانا. وبيحاول يصطاد اكتر من مره بس ما بيعرفش. وفي الاخر بيقدر انه يصطاد سمكه بس بتكسر الخطاف بتاعه. وبتجيله هانا وتعرفه ان هو محتاج صناره جديده وانه ممكن ما يعرفش يصطاد السمكه دي بالصناره اللي معاه. وهما بيجيبوا صناره جديده بيرجع يسالها ساسكي هما ازاي بيستمتعوا بالصيد. فبتعرفوا ان مفيش حاجه ممتعه لو كانت سهله من البدايه. وبتعلمه التكنيك كده اللي هو ازاي يقدر يصطاد السمكه لو شبكت في الخطاف بتاعه. وبتعلم منها بسرعه وبيقدر انه يصطاد اكتر من سمكه. وبيفرح جدا ولما بيجي يقول لها بيلاقيها مركزه جدا وهي بتصطاد سمكه عملاقه بس السمكه كبيره وكانت هتوقعها في الميه. فبيروح ساسكي يلحقها ويعافر معاها. وبتقدر ان هي ترفع السمكه اخيرا. وبتطلب من ساسكي انه يجيب ليها شبكه عشان يرفع السمكه من الميه. وبتصرخ من الفرحه لدرجه ان كل اللي في المسبح بيتفرجوا عليهم. وبيعجب ساسكي باصرارها وان هي قدرت تصطاد سمكه بالصناره الضعيفه اللي معاها. ولما بيخلصوا اليوم بيعرفوا ان اللي كسب في المسابقه هو تاكاكي مع انه اصطاد سمك صغير بس هو اصطاد اكتر منهم. وبيبقوا جعانين جدا فبيقرروا ياكلوا السمك اللي هم اصطادوه. بيبقى ساسكي خايف ينظف السمك بنفسه. فبتعرفوا هانا ازاي ينظفه وهو بيبقى مرعوب وخايف انه ينظف السمكه بتاعته بس بيتعلم من هانا وبيقدر انه ينظفه اخيرا. وبيروحوا يشوي السمك سوا بره. وبتروح تساله هانا هو بقى بيحب الصيد ولا لا. فبيقول لها انه بقى بيحبه. فبتفرح جدا ان هو خلاص بقى بيحب الصيد. بعدها وهم مروحين بيقابل 2 زمايله من الكليه. لما بيسالوه هو ما عادش بيجي الكليه ليه فبيتردد وما بيبقاش عارف يرد عليهم وبيسيبهم وبيهرب منهم. واول ما بيبعد عنهم بيجري وبيروح يركب المترو ويروح لاقرب مركز العاب ينام هناك عشان يقضي الليله هناك. وبيبقى مش عايز يرجع لاصحابه لانه مكسوف ان هو مديون ومحدش هيبقى عايز يصاحبه. وبيبقى تاكاكي وهانا قلقانين عليه لانه هو ما عندوش مكان يروح يقعد فيه. وبيفتكر لما كان في الكليه وانه شايف كل اللي حواليه مبسوطين بس هو ما كانش مبسوط عشان كده بدا يستثمر في العملات الالكترونيه. ولما بيعرف زمايله في الفصل بيروحوا يتعلموا منه ويبقى مفيش حاجه هماهم حتى لو بيخسروا الفلوس بس هو بيبقى متوتر وبيروح يستلف فلوس عشان يقدر يعوض خسارته. ولما بيشوف اصحابه خسارته بيتجمعوا حواليه وبيقولوا انهم قلقانين عليه بس هو بيتوتر وبياخد تليفونه وبيجري. وبيفضل يجري لحد ما بيلاقي نفسه قدام الدكتور اللي بيعرفه ان هو ما عدلوش غير 2 بس في حياته. وبيقول له هو انت هتقضي حياتك كلها كده ولا ايه. فجاه بيقوم من النوم وبيكتشف ان كل ده هو كان بيحلم بيه. وتاني يوم في السوبر ماركت بيبقى الفريق كله متجمع وبيتكلموا عن ساسكي. وبيسال تاكاكي عنه وبتقول له هانا ان هو هيرجع بس هو بيعرفها ان هو ممكن يسيب الشغل حتى لو كان ده اول يوم ليه. وفجاه بيقطعهم المدير ماتشيدا وبيعرفوا ان في جايزه كبيره وهي عباره عن 1,000,000 ين ودي العمله بتاعتهم. والجايزه دي بتكون على سمكه قرش لو اصطادوها. ويسالهم لو هم هيروحوا يصطادوا معاه. فبيتحمس الفريق كله وبيروح يصطادوا السمكه معاه. واول ما بيوصلوا منطقه الصيد بيلاقوا ناس كتير واقفه هناك علشان تصطاد وكلهم متحمسين. فبتتريق هانا عليهم وبتقول ان هم وقعوا في فخ المليون. بيرد عليها ماتشيدا ما انت كمان وقعت في الفخ. فبترد عليه وبتقول له انا كده كده جاي اصطاد مش اكتر. وبيقعد كل واحد يحلم هيعمل ايه بالفلوس لما يقدر يصطاد السمكه. وبيروحوا يجهزوا عده الصيد بتاعتهم ويقعدوا يصطادوا في السمك. وهم بيتكلموا بيتخيلوا كده لما ياكلوها طعمها هيبقى عامل ازاي. وبتشبك صناره تاكاكي في حاجه ولما بيجي يشدها بيلاقيها شبطت في الصناره بتاعت ساسكي. وبيتفاجئوا ان هو واقف جنبهم في منطقه الصيد وبيصطاد. وبيبقى تاكاكي متضايق منه لانه هو سابهم ومشي. وبيجي ماتشيدا وبيقول له ان هو كان المفروض يعرفه قبل ما يسيب الشغل لانه ما كانش لاقي حد يغطي الشيفت بتاعه. وبيطلب منه ان هو يقسم معاه الجايزه لو اصطاد سمكه القرش اللي بيقولوا عليها. وبيجي له تاكاكي ويقول له ان احنا هنصطاد سوا. وبيساله الصناره بتاعته جابها منين. فبيعرفوا ان هو اشتراها من محل قريب. فبيعرفوه ان هو مش معتمد على المعدات الرخيصه بس ولازم يشتري حاجه نظيفه. وبياخد الصناره يعدلها علشان يعرف يصطاد بيها. وبيساله جاب فلوس الصناره منين وهو مديون. ما بيرضاش يقول له ان هو كسب فلوس في مركز الالعاب. وبيساله هو عارف منين ان عندي ديون. فبيعرفوا انه زمايله في الكليه هم اللي عرفوه. وبيساله هو مديون في قد ايه. ما بيرضاش يقول لهم. وفجاه صناره ساسكي بتشبط في حاجه. وبيسمع الناس اللي هو مديون ليهم وهم بيصطادوا جنبه وبيتكلموا. وبيقولوا ان هم هيعملوا ايه بالجائزه لما يصطادوا السمكه. ما بيعرفش يصطاد غير سلطعون. ولما بيلاحظوا ان ساسكي بيصطاد سمكه فبيروحوا له. وبيجي يحاول يصطاد السمكه وبيعافر معاها. لما بيجي يسال هنا بيقول لها انا هعمل ايه دلوقتي. فبتقول له ركز وبتعلمه يعمل ايه عشان يعرف يصطاد السمكه. لما بيجي يركز بيجي الناس اللي هو مديون ليهم من وراه. وبيسالوه هو هيعمل ايه بال1,000,000 ين لما
ما يصطاد السمكه، فبيتوتر وبيدي الصناره بتاعته لتكاكي وبيسيبهم ويجري، والناس اللي هو مديون ليهم بيجروا وراه، فبينده عليه ماتشيدا وبيديله الصناره وبيجري ورا ساسكي، وبيقعدوا يجروا وراه لحد ما الليل بيجي، وبيفضل يجري منهم لحد خلاص ما عادش حد بيجري وراه غير تكاكي. لما بيوصل على الجسر بيقف بعيد وبياخد باله من تكاكي، فبيساله هو بيعمل ايه هنا وانه ملوش فيه، فبيعرفوا تكاكي انه حتى لو ملوش فيه هيفضل برضه قلقان عليه، وبيساله مديون لهم بقد ايه، فبيعرف انه مديون بكتير وانه هيسد المبلغ قريب، فبيساله هيسده منين، هو ما عندوش ولا بيت ولا شغل. ولما بيشوفوا تكاكي بتجيله ذكريات حزينه، وبيقرر انه يساعد ساسكي ويعرفه ان هو يسد ديونه ويجي يعيش معاه في البيت، في المقابل هو هيبقى مديون ليه، وبيقول له ابدا حياتك من اول وجديد وبقى سد الفلوس اللي عليك واحده واحده وانت شغال معانا في السوبر ماركت. وبنرجع لمنطقه الصيد وبنشوف ماتشيدا وهو بيعافر مع السمكه، ولما بيلاقيها مش سمكه القرش فبتفرح الناس اللي حواليه وبيبقى محبط جدا. وبنرجع لساسكي وهو رايح بيت تكاكي، وبيبقى تكاكي متفاجئ من المبلغ اللي ساسكي مستلفه، وبيقول له كويس ان الناس دي استحملتك لحد دلوقتي، وانا هحط لك جدول عشان تقدر تسد المبلغ اللي انت سالفه. وتاني يوم بيروح يشتغل في السوبر ماركت من تاني، وبيبدا يجتهد في شغله، وبيبقى تكاكي وماتشيدا مبسوطين منه لانه مجتهد حتى لو ما كانش عنده خبره وبيتعلم بسرعه. وبيتفاجئ ساسكي لان مش الناس اللي شغاله معاه بس هم اللي بيحبوا الصيد، لا ده كمان الزباين بيحبوا الصيد. وبيستغل ماتشيدا وتكاكي ان ساسكي مشغول في المحل وبيروحوا يصطادوا سوا، وبتجيله هنا وبتعرفوا ايه الفرق ما بين انواع الطعم، وبيقعد ساسكي يسمع لها بس ما بيبقاش فاهم منها حاجه، وبيسمع من هانا بس بيخرج اللي بيسمعه من الودن التانيه. ولما بيجي الليل بيسالوا تكاكي اخبار الشغل معاه ايه، وبيعرف ان هو مش حاسس انه شغال في محل سوبر ماركت، وبيقعد يذاكر انواع الطعم والفرق بينهم، وبيبقى متفاجئ من عدد الانواع. وبينده عليه تكاكي وبيديله مفتاح الشقه، وبيتفاجئ ساسكي لانه حاطط تقل الصيد كانه ميداليه في المفتاح، وبيشوف مكتوب عليها رقم 3.5. ولما بيسال تكاكي عن الرقم فبيقول له انه ده وزن التقل اللي بيبقى محطوط في الصناره، وبيقول له لو محتاج يعرف حاجات عن الصيد يروح يسال هنا. وفي المحل تاني يوم بيروح يراقب هنا وهي شغاله، ولما بتاخد بالها منه بيستخبى منها، وبيجي واحد من وراه يساله عن صناره معينه، فبتيجي هنا وتشرح له كل حاجه عن الصناره. بتقول لساسكي لو هو ما يعرفش حاجه يبقى يسالها عنها، وبتسيبه وبتمشي، وبيرجع للشغل وبيبص على كل انواع الطعم، وبيتفاجئ ان هنا حافظاهم كلهم. ولما بيجي لها زبون وبيدي لها الباقي بتتوتر لان هي ما بتعرفش تحسب، وبيروح ساسكي يلحقها بسرعه. وفي منطقه الاستراحه بيبقى ساسكي مش قادر وتعبان من كتر الشغل اللي عمله، وبتشكره هنا انه لحقها لان هي ما بتعرفش تحسب. ولما بيجي ماتشيدا بيلاقي صندوق بضاعه جديد، ولما بيجي يفتحه بيعرف ان فيه معدات صيد، فبيعرف هنا انهم ما عادوش محتاجينها وانه عاوز يبقى السوبر ماركت بتاعه سوبر ماركت عادي، بس في الحقيقه هو بقى محل معدات صيد. بيقعد يحضرها بس هي بتزهق منه وبتسيبهم وبتروح تنام. وبتفاجئ ساسكي ان هي عايشه هنا في السوبر ماركت، وتاني يوم الساعه 5 الصبح بتصحى هنا تجهز نفسها عشان تروح تصطاد، وبعد كده بترجع بتجهز نفسها للمدرسه، وبتروح تنام في المدرسه بعد ما بتقضي يومها في المدرسه، وبترجع في السوبر ماركت تاني عشان تبدا الشيفت بتاعها. وتاني يوم بتكرر نفس الروتين، ولما بتروح تاخد فطار معاها وهي رايحه المدرسه بتسال ساسكي هو بيعاني ليه من حفظ انواع الطعم، فبيعرفها ان هو كده كده مش بيصطاد ومش محتاج يحفظ انواع الطعم، فبتعرفه ان هي هتيجي تاخده بعد المدرسه عشان تعلمه ازاي يصطاد ويحفظ كمان انواع الطعم لانه هيتعلم بالممارسه وهيقدر يفهم بسهوله. وبعد المدرسه بتجيله وبتاخده يروحوا يصطادوا، وبتطلع له اشهر انواع الطعم وتعرفه الفرق بينهم، وانهم بيعتمدوا على السمك اللي بيصطادوه وحجم السمكه نفسها وعلى العمق اللي السمكه بتبقى موجوده فيه، وبتبقى مستمتعه وهي بتعلمه، فبيعرفها ان هو مش عارف الفرق ما بينهم وان في مصطلحات كتير ما بيعرفش يفهمها، فبتاخد منه الصناره وبتبدا تعلمه واحده واحده والفرق ما بين كل نوع وحركته في الميه بتبقى عامله ازاي، وبتديله الصناره وبتخليه يجرب، وتروح هي تصطاد في حته بعيده عنه شويه، وبيقعد يجرب كل شويه وبيبدا يلاحظ الفرق ما بين كل طعم وحركته، وبيقعد يتفرج على هنا وهي بتصطاد، وبيجيله ماتشيدا من وراه. ولما بيسال ساسكي هو بيعمل ايه هنا فبيعرفه ان هو ما قدرش يقاوم لما عرف ان هم راحوا يصطادوا وجه يصطاد معاهم. فبيسالوا ساسكي هي هنا بتعيش في السوبر ماركت ليه، فبيعرفوا انه بيتها وان جدتها هي صاحبه السوبر ماركت وان هو المدير بس للمكان. ولما بيسالوا عن ابوها وامها فبيعرفوا ماتشيدا ان هم متطلقين، وبيقول له ما تعرفهاش ان انا قلت لك حاجه علشان دي مساله خاصه وانا ما ينفعش ان انا اتكلم فيها. ولما بيعرف قصتها بيبدا يتعاطف معاها. لما بيجي الليل بتجيله وبتعرف ان هو ما اصطادش حاجه، فبيقول لها ان انت اخدت المكان اللي فيه السمك وان المكان بتاعي ما فيهوش حاجه، بتاخد منه الصناره وبتصطاد بيها، وبتعرفه ان هي اصطادت سمكه كبيره وبتبدا تعافر معاها عشان تاخدها، وبتقول له ان هي هتاكلها، وبتعرفه ان صيد السمك ده اصعب مما هو متخيل، وبتقول له انت بتعرف تعد بس ما بتعرفش تصطاد. فبيتفاجئ ساسكي من كلامها وبيكتشف ان هي جابته هنا عشان تقدر تتفخر بقدرتها قدامه لان هي ما بتعرفش تعد وتحسب زيه. بتعرفه ان هي هتعلمه يصطاد في يوم تاني، وبتاخده وبيروحوا، فبيصرخ ساسكي من الصدمه. يوم ما بيخلص ساسكي الشغل بتاعه بيجيله ماتشيدا ويديله اول راتب ليه، وبيتفاجئ من حجم الظرف بتاعه، وبتروح لكوزي وتبارك له على اول استلام للراتب بتاعه، وبتقول له ان هي بتفرح لما تستلم اول راتب، وبتقعد تتخيل الحاجات اللي ممكن تشتريها بفلوسها، وبيقعد ساسكي يتخيل ايه ممكن يشتريه بالفلوس دي، بس بيجي في باله تكاكي وهو بيحذره من انه يصرف الفلوس دي كلها علشان هو مديون له بفلوس كتير. وبيتفاجئوا لما بيسمعوا هنا بتصوت علشان هي نسيت
بتطلب انواع جديده من الطعم اللي خلص، لان هي كانت عاوزه تستعمله وهي رايحه تصطاد المره الجايه. فبتقرر ان هي تروح محل معدات صيد هي وكوزي، وبياخدوا ساسكي غصب عنه معاهم عشان يشتروا معدات صيد جديده، لان هم كده كده لسه واخدين مرتبهم. وبيتفرقوا اول ما بيخشوا المحل، وبيروح ساسكي يساعد كوزي وهي بتختار ماده الصوت بتاعتها. وبتفاجئ لما بيشوف انواع المعدات الجديده، وبيلاقيهم بيبيعوا خطافات جاهزه بالعوامه بتاعتها. فبتعرفوا كوزي ان ده بيساعد المبتدئين عشان ما يحتاروش وهم بيختاروا المعدات بتاعتهم. وبتطلب منه ان هو يروح معاها، وبيشوف هنا وهي مبسوطه ومحتاره ما بين كل انواع الطعم ومش عارفه تشتري ايه. بعد كده بتطلب منه كوزي ان هو يروح معاها يصطاد، فبيتوتر لانه بيفكرها معجبه بيه، وبيختار معدات صيد كتير جدا. ولما بتشوفه بيختار معدات كتيره كده، بتقول له انت مش محتاج كل ده. فبيقول لها ان هو جايب كل الكلام ده ليها، هو يحاسب عليه من معاه، وهو كده كده لسه واخد مرتبه. وبيبقى مبسوط وهو بيلف مع كوزو في محل المعدات. ولما بيروح الرف بكر الخيط، بيشوف بكره بتعجبه قوي، وبتجيله هنا وبتشرح له عنها، وبتعرفه ان هي دي افضل بكره خيط، وبتبقى غاليه جدا واسمها اكسيد. وبعد كده بيروحوا يحاسبوا. ولما بيروح لتكاكي بيتكلم معاه لما عرف انه اشترى كل الحاجات دي، وبيعرفوا ان هو عامل له خطه عشان يسد ديونه. وبيعرفوا لو هو عمل كده تاني هيقبض المرتب بتاعه مش هيديله، وهيديله منه مصروف بس عشان يعرف يسد ديونه. لما بيشوفوا ساسكي بينظف البكره بتاعته، فبيسالوا هي دي الاكسيد، فبيرد عليه تكاكي ان مش هي دي، بس هو نفسه فيها وانه هيبقى فخور لو اشتراها، لان هي واحده من افضل البكرات على الاطلاق. وبيقعد طول الليل يتفرج على فيديوهات لاعداد بكره الاكسيد، وبيبان انه معجب بيها جدا ونفسه يشتريها. تاني يوم بيصحى بدري جدا وبيروح يصطاد معاهم، وبتعلمه هانا ازاي يصطاد بالعوامه وطريقه سبكي اللي هي بتبقى عباره عن انه يحط اكتر من خطاف في الخيط، وبيقدر يصطاد اكتر من سمكه بنفس الخيط. وبتقول له انا كده علمتك الاساسيات زي ما انا قلت لك المره اللي فاتت. وبتقول له انت هتصطاد بايه؟ فبيعرف ان هو هيصطاد بالطعم الصناعي تاني، وهي بتعرفه انه لازم يصطاد بطعم حي. بيعرف انه ما بيحبش ريحه الطعم، وان ممكن هدومه او ايده تتوسخ، وبيرفض. بس بتجيله كوزو وبتعرفه ان هي هتعلمه ازاي يصطاد الطعم الحقيقي، فبيوافق على طول على كلامها، وبتعلمه ازاي يصطاد بالطعم الحي. ولما بيسالها هي بتحب الصيد، لانه عارف من تكاكي ان هي ما كانتش بتحب الصيد في الاول، بترد عليه ان هي مش بتحبه قد كده، لان هي لسه ما بتحبش ريحه الطعم وريحه السمك برضه، بس هي بتحب السمك، وان الشخص اللي هي معجبه بيه بيحب يصطاد، وعشان كده هي اتعلمت الصيد. وبيصطاد تكاكي سمكه كبيره، وبتروح له جري وتجري عليه عشان تعرف هو اصطادها ايه. وبيروح تكاكي لساسكي وبيحكي له عن حبه للصيد، ويعرفه ان في القريه بتاعته لما كان صغير كانوا كلهم بيحبوا الصيد، لانه كان عايش في مدينه ساحليه على البحر، وان الصيد عندهم كان مشهور زي كره القدم كده. وانه بدا يصطاد لما كان صغير، وبدا يحب الصيد لما اصطاد اول سمكه ليه. وبيدي تكاكي الصناره بتاعته لساسكي عشان يصطاد بيها، ولما بيجربها بيلاقيها خفيفه وحلوه، وبيقدر انه يصطاد بيها كمان، وبيصطاد بيها سمك كتير. وبيعجب ساسكي صناره تكاكي، وبيقدر انه يصطاد سمك كتير بيها. وبيعرف منهم وهو مروح ان الصيد بالطعم الاصطناعي اصعب بكتير من الطعم الحي. وبيتفاجئ لانه كان بيصطاد بالطريقه الصعبه، وانه كان نفسه يجرب بالطريقه السهله الاول ويبدا واحده واحده. وبيقعد في العربيه وهم مروحين يدور على طريقه الصيد والمعدات، وبيكتشف انه كان بيتعلم بمعدات وحشه وبطريقه صعبه كمان. وبيبان انه بدا يحب ويستمتع بالصيد. وبيروح محل معدات صيد بعد ما بيروحوا، وبيروح يتفرج على بكرات الاكسيد. وتجيله كوزو وتساله هو بيعمل ايه هنا، بيخاف وبيتردد انه يرد عليها. وبتنده كوزي على صاحب المحل عشان تخلي ساسكي يجرب بكره الاكسيد. وبتيجي هنا وكوزو بيخلوه يشتري البكره وصناره جديده غاليه مناسبه لبكره الاكسيد. ولما بيروح البيت لتكاكي بيزعق له لانه حذره قبل كده، وخصوصا المره دي لانه اشترى معدات غاليه قوي وهو لسه مبتدئ. بعد ما بيخلص كلامه بيطلب من ساسكي انه يروح يصطاد معاه عشان يجرب صنارته والبكره الجديده. بيبقى فرحان قوي لدرجه ان هو بيحب يصطاد اكتر بيها، وبيبقى مستمتع جدا بالبكره الجديده وهو بيجربها. وبيجيله تكاكي وبيطلب منه انه يجربها، بس بيرفض وبيقول له ان هي لسه جديده وغاليه وهو خايف عليها لا تبوظ. وبيتضايق منه تكاكي جدا، وبيقعدوا يصطادوا لحد الصبح. وبيجي تكاكي وساسكي مستمتعين، وبيصطاد ساسكي سمك كتير. وبعد ما بيخلصوا بياخد تكاكي عشان يروح السوبر ماركت، وبيقول له تكاكي انه السمك اللي اصطاده طعمه حلو لما بيتطبخ. فبيعرف ساسكي ان هو ما بيعرفش ينظف السمك، فبياخدوه السوبر ماركت وبيخلي ارو ينظف السمك ده. وبيعرفوا ان ارو ده جه اليابان مخصوص علشان يتعلم الصيد والطبخ الياباني. وبيعرفوا ارو ان هو حلمه يفتح مطعم مأكولات ياباني في تايلاند، وانه كمان يبقى ممثل افلام حركيه لانه كان بيحبهم من ساعه ما كان لسه صغير. لما بيسال ساسكي عن حلمه بيتردد، فبيغير تكاكي الموضوع، بيقول له انهم يروحوا يجربوا السمك المشوي. وبالليل وساسكي في الشيفت بتاعه بيجي له زبون اجنبي ما بيبقاش عارف يكلمه. لما بيبص الماتشيدا بيطلب منه المساعده، فبيتهرب منه بيسيبه ويجري. وبتيجي ايس بس بشكل مختلف وبتكلم الراجل الاجنبي. بعد ما بتخلص معاه ما بيتعرفش عليها ساسكي، وبيحاول يكلمها بالانجليزي بس ما بيعرفش. وبتضحك عليه وتعرفوا ان هي ايس، وتعرفوا ان هي بتحب تعمل كوسبلاي، عشان كده هو ما تعرفش عليها. وبيقعد يتفرج على صورها وهي بتقلد شخصيات الانمي. وبتعرفوا ان هي بقت عارضه ازياء، وبتساله لو هو يروح معاها تاي بعد 10 ايام. وبتعرفوا ان هانا كانت عاوزه تروح وان هم هيروحوا كلهم سوا. ولما بيجوا رايحين تاي بيضحك على تكاكي، وبيعرفوا ان التاي ده مكان للصيد مش تايلاند. وبنعرف ان ايس دي اخت ارو وانهم جايين من اليابان سوا. ولما بيسال ساسكي عن كوزو بيعرفوا ماتشيدا ان هو طلب منها تيجي معاهم، بس هي عندها دوار البحر عشان كده ما قدرتش انها تيجي معاهم. لما بيجي ساسكي
ساسكي يجهز سنارته الجديده عشان يصطاد بيها، بيعرفوا تاكاكي ان هم هيصطادوا في المركب، وان السناره بتاعته دي تنفع المسافات البعيده، وهو هيديله سناره عشان يعرف يصطاد بيها من المركب لما يرموا الطعم لتحت. وبتجيله ايس وبتشوفه هو معاه المعدات الجديده وبتبارك له عليها، وبيطلع النهار وبيشوف ساسكي شروق الشمس وبيبقى معجب بمنظر الشروق جدا. ولما بيوصلوا المكان اللي هم يصطادوا فيه بتبدا هنا تعلمه طريقه الصيد بالاسقاط، وبتقدر ان هي تصطاد سمكه كبيره، وبيحاول يقلدها اكتر من مره بس ما بيعرفش يصطاد سمك خالص لحد ما بيغير المكان اللي هيصطادوا فيه، وبيفضل كله يصطاد سمك الا هو، فبيغيروا المكان اكتر من مره، وبيبدا يحس بدوار البحر لما المركب بيهتز، وبتاخده ايس في مكان يرتاح فيه لان هي كمان برضو جالها دوار البحر. بعد الغدا بيستريح ايس وساسكي، وبعد كده بيروحوا يكملوا صيد لان هم ما اصطادوش سمك خالص، والكل بيصطاد سمك الا هم، وبيبقوا محبطين جدا ان هم ما اصطادوش خالص، وبيواسوهم تكاكي، وبعد كده بيقدر ان الاثنين يصطادوا سمك سوا، وبيتبسطوا كلهم، وبعد كده بيقدر ان هم يصطادوا سمك اكتر واكتر. هم بيروحوا بيقسموا السمك، بيشوف شنطه هدوم، ولما بيسال عن صاحبها بتعرفهم ايس ان هي بتاعتها لان هي عندها جلسه تصوير دلوقتي. بيتفاجئوا كلهم من كلامها وخصوصا ساسكي لان هو ما عندوش الطاقه انه يعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. بتحكي له عن قصه حياتها وان هي كانت عايشه في تايلاند في مدينه ساحليه برضه، وبدات تحب الصيد، وان هي بتعتقد ان الحياه قصيره ولازم تستغلها احسن استغلال وتعيش حياتها كامله على اجمل وجه. اما يسالها هتعملي ايه لما تعرفي ان حياتك قدامها سنتين بس وتنتهي، فبتقول له مش عارفه وانت هتعمل ايه، فبيقول لها انه بيحاول يتجاهل الموضوع، فبترد عليه وتقول له ان هي هتعمل نفس الكلام. هتعرف اخوها بقيه الفريق لان من حقهم يعرفوا حتى لو الموضوع ما كانش بيهمها، الموضوع يهمهم اكتر منها. وبالليل لما بيخلص شيفته بيشوفها بتتكلم في التليفون، وبتفصل المكالمه اول ما بتشوفه، فبيستغرب منها ساسكي وبيروح يصطاد. بيحاول انه يرن على تاكاكي بس ما بيردش عليه، فبيقرر يروح لوحده، ولما بيروح بيلاقيهم كلهم عاملين له حفله استقبال، وبيرحب الكل بيه وبيبقوا مبسوطين جدا، وبيقعد ياكل معاهم مع انه بيكره الكزبره بالسمك، وبيبقى مبسوط وبيفتكر ذكريات ليه لما كان وحيد، وبيقعد يعيط بس بيبقى مبسوط ان الكل واقف معاه. وتاني يوم في السوبر ماركت بيبقوا كلهم قاعدين بيتكلموا عن الحفله بتاعت امبارح، وبيشوفوا فوجي وهو ماشي، بتقول له هنا على معهد الصيد الجديد. لما بيمشي بتتكلم هي وكوزي وايس عن قد ايه هو غني، وشافوه وهو جايب عربيه جديده مع معدات صيد غاليه قوي، وكمان بيدور على انواع سمك الزينه الاغلى في العالم. بعد كده بيتكلموا انهم هيروحوا يصطادوا فين المره الجايه، بس بتبقى ايس عندها شغل ومش هتعرف تروح معاهم، فبتطلب هنا من ساسكي انه يروح معاهم، وبيقرروا انهم يروحوا يصطادوا نوع من انواع السمك الياباني. وبيدور ساسكي على معلوماتها وبيعرف ان هي سمكه صغيره طولها بيبقى من 10 ل 20 سم، فبيقول لهنا ان هو عايز يصطاد سمك اكبر لانه لسه جايب سناره جديده وبقره جديده كمان. فبيضحك عليها لانه اتاثر بالبرنامج بتاع الصيد اللي اتفرجوا عليه امبارح لما اصطادوا سمك كبير، بيقول لهم انا لسه مبتدئ وصعب انه يصطاد السمكه دي. ولما بتسالوا كوزو هيصطادوا السمكه دي ازاي، تعرفوا تكاكي ان هم هيصطادوها بطريقه السبكي لان هي بتعوم في مجموعات مع انواع تانية وصعب يصطاد السمكه دي لوحدها. وتاني يوم بيصحوا من بدري عشان يروحوا يصطادوا، وبيلعبوا حجره ورقه مقص على اللي هيسوق عربيه تكاكي، وبيجي لهم فوجي بعربيه تخييم كبيره وجديده كمان، وبيمشوا قدامهم وما بياخدش حد فيهم. ولما بيوصلوا لمكان الصيد بيسبقهم فوجي المكان الصيد بتاعه، وبيجهزوا الطعم ومعداتهم. ساسكي بيسال تكاكي وبيعرفوا ان فوجي ده كان متخرج من جامعه مرموقه بس هو مش متاكد. ولما بيسال هو بيشتغل معاهم في السوبر ماركت ليه، فبترد عليه هنا وتعرفوا انه ماتشيدا مش مهتم باصل الناس وان هي مش فارق معاها كتير. فبيعرفهم تكاكي انه كان شغال مضيف لما كان في الكليه، وبيقعدوا كلهم يضحكوا لانه ما كانوش مصدقين كلامه. لما بيسالوا ساسكي هو ساب الشغل ليه، فبيقول له انه كان زهق منه، وبيبان انه متردد يقول لهم على السبب الحقيقي. وبيبداوا يصطادوا، وبيحاول تكاكي انه يحط الطعم المفروم في الصناره بالعافيه، وبيقدر انه يصطاد سمكه شبه السمك اللي هم جايين يصطادوها. فبتعرفوا هنا ان السمكه اللي جايين يصطادوها صعب جدا اصطيادها، وبيحاول يصطاد اكتر من مره بس ما بيعرفش، وبيبقى محبط لما بيجي يظبط الخيط بتاع الصناره، وبيبقى محبط جدا لما بيجي يظبط الخيط بتاع الصناره بيتعور في ايده. بيسال هنا هو ينفع يصطاد بطعم صناعي ولا لا، فبتعرفوا انه ينفع، ولسه بتكمل كلامها بيكون سابها ومشي، وراح للعربيه جاب الصناره الجديده بتاعته وراح يصطاد في منطقه تانية شبه اللي كانت في البرنامج اللي بيتفرج عليه، وبيقعد يجرب انواع الطعم اللي هو يعرفها عشان يعرف انهي واحده هيصطاد السمكه الاكبر في المنطقه، وبيقعد يحاول كل مره بس بيفشل برضه. وبيتفاجئ لما بيشوف سرب طيور بس ما بيبقاش عارف ان تحته سرب سمك كبير. بتجيله هنا وبتعرفه انه لو عايز يصطاد السمك كبير يبقى يرمي الطعم بتاعه عند سرب الطيور عشان يقدر انه يصطاد السمك الكبير، وبتديله طعم عشان يعرف يصطاد بيه، وبتسيبه وتمشي، وبتعرفوا ان هي مش جايه للسمك الكبير النهارده. اما بيحاول اكتر من مره بيقدر انه يصطاد سمكه، وبيحاول يشدها على الشط، فبينده لحد يجي يساعده عشان يمسكها بالشبكه بس ما بيلاقيش حد حواليه لحد ما السمكه بتفلت من الصناره بتاعته، وبقى محبط جدا انه ما قدرش يصطاد السمكه لوحده. وبيروح لهم يلاقوهم فرحانين ومبسوطين عشان بيصطادوا سمك كتير، وبتنده كوزي عليه وبتعرفوا انه في صناره ما فيش حد بيستعملها، وبتديها له ويقدر انه يصطاد منها سمك كتير، ويقدر انه يصطاد سمك في كل مره، وبيبقى مستمتع بالصيد معاهم. وبيبص على فيوجي بيلاقيه بيصطاد بثلاث صنارات، وبيبقى مستمتع انه جه يصطاد معاهم. لما بيخلصوا بيلموا السمك وبيبقى فرحان بالسمك كتير. لما بتساله هنا هو عمل ايه وهو بيصطاد، السمك الكبير بيعرفها انه فشل فبتواسيه، وبيروحوا السوبر ماركت يطبخوا السمك اللي هم
هم اصطادوه، بياكلوا سوا كلهم مع بعض، وبيقعد فوجي يديله نصايح وازاي يصطاد السمك، وانه لازم يعمل ابحاث قبل ما يروح يصطاد اي نوع من انواع السمك عشان ما يفشلش زي ما عمل النهارده. يوم بيبقى ماتشيدا قاعد في الاستراحه بيدور على هديه حلوه يديها لابنه، ولما بيسالوا ساسكي وايس وهانا تقترح عليهم هانا انهم يروحوا يصطادوا، لان الصيد مع العيله احسن حاجه ممكن يعملها في الوقت ده، وكل واحد بيقترح السمك اللي اصطادوها. بس ماتشيدا ما بيستقرش على اي اقتراح، وبيحبط ساسكي لانه اقتراحه اترفض، وبعدين في الاخر بيوافق على اقتراح ساسكي لانه افتكر ان ابنه مش بيحب يروح الملاهي ولا السيما، وبيفاجئهم كلهم بسرعته في تغيير رايه. ويوم الحد بيروح يقابل ماتشيدا ابنه، وتفاجئ لما بيلاقي ساسكي وهانا وتاكاكي. لما بيسالوا ماتشيدا انتوا بتعملوا ايه هنا، فكلهم بيقولوا ان هم جايين يصطادوا وانهم مش هيضايقوه خالص، وبيروحوا يستخبوا لحد ما هو بيقابل ابنه، وهو ماشي في طريق بيحاول يفتح موضوع مع ابنه، بس ابنه ما بيردش عليه. لما بيروحوا لمكان الصيد بيعلم ابنه تكنيك الصيد مع عوام، وبيقول له انه في المنطقه دي هيقدر يصطاد سمك بسهوله. ويبقى تاكاكي وهانا وساسكي واقفين قصادهم الجنب التاني وبيراقبوهم، وبيحاول يفتح ماتشيدا موضوع مع ابنه بس من غير اي فايده، لان ابنه مش لاقي اي موضوع يتكلم فيه معاه، وبيحاول انه يصطاد سمك وخلاص، بس ما بيعرفش وبيروح يطمن منه اكتر من مره لحد ما بيجي له ماتشيدا وبيقرر انه يساعده، فبيخليه يقدر انه يصطاد سمكه وبيفرحه جدا. وبيحاول تاني يفتح معاه موضوع، بيساله عن احواله وبيساله هو فاكر المره اللي فاتت اللي راحوا اصطادوا سوا فيها لما كان لسه في الحضانه، فبيقول له ماتشيدا انه فاكر. ولما بيحاول يتكلم معاه عن اليوم ده بيكتشف ان ابوه مش فاكر حاجه، وبيحاول يغير الموضوع، فبيتكلم معاه عن السمك واحجامه وانواعه عشان بيبدا بيتكلم في موضوع مشترك مع ابوه. وابوه بيتكلم معاه شويه بس بيتضايق منه لانه مش فاهم حاجه، وبيسيب ابوه بيمشي، وبيتوتر ماتشيدا جدا. فبتروح هانا تكلمه وبتطلب من ساسكي انه يخلي باله من الطفل لحد ما تروح لماتشيدا. ولما بيسالها عن تاكاكي بتعرفه ان هو راح الحمام ومفيش غيره ياخد باله من الطفل. ولما بيروح ساسكي يكلمه بيبان انه متوتر، وبيعرفه انه زميل ابوه في الشغل، بيرحب بيه بطريقه محترمه. ولما بيجي يتكلم معاه بيجي اطفال صغيرين بيسالوه عن معلومات عن السمك والصيد، وما بيبقاش عارف يرد عليهم. ولما بيجي يساله بيعرفه ان هو لسه مبتدئ، وبيفرح العيال بالطفل جدا لانه اصطاد سمك كتير جدا. بيروح يجربوا في منطقه الصيد لانهم عرفوا ان في حد اصطاد سمكه اسمها شينو، ودي بتبقى سمكه نادره جدا. ولما يروح يشوف ابوه عشان يكلمه ويسال هي السمكه دي ايه، بيعرفوا تاكاكي ان هي دي سمكه نادره، وان هي بتبقى كبيره لدرجه ان هي بتوصل ل 50 سم. فبيقول لابوه ان هو لو صاد السمكه دي ابوه هيروح معاها البيت. فبتوافق هانا وبياخد ماتشيدا بسرعه على جنب، ويعرفها ان هي ما ينفعش تاخد القرار مكانه، وان في الظروف ما بينه وما بين مراته. بس هي بتعترض على كلامه وبتقول ان دي سمكه نادره جدا وان صعب حد يلاقيها، وانه لو لقاها فهيبذل مجهود كبير جدا علشان يرجع ابوه وامه سوا، وان هو لازم يتصرف عشان ما يزعلش ابنه. فبياخد ماتشيدا القرار وبيروح لابنه ويقول له انه هيحاول معاه يصطاد السمكه دي عشان يرجع معاه البيت، وبيتشجع يوم وبيقرر انه يتعلم الصيد بجد عشان يقدر يرجع ابوه وامه سوا. ولما بيجي وقت الغروب بيروح تاكاكي يقول لماتشيدا انهم هيمشوا، فبيروح ماتشيدا يكلم ابنه عشان يروحوا، بس بيرفض، وبيعرفه ان هو دور على نوع السمك شينو، وانه عارف انه افضل وقت لصياد السمك ده وقت الغروب، وعشان كده هو هيصبر شويه لحد ما يصطاد السمكه. فبيتفاجئ ماتشيدا جدا من ابنه وبيقرر انه يقعد معاه، وبيروح يقول لتاكاكي ان هم يطولوا شويه، فبيوافق تاكاكي وبيعرفه ان هم كمان هيستنوا لحد ما يخلص. بيقول له تاكاكي ان هو هيخلي باله من ابنه لحد ما يروح يجيب حاجه يشربوها، وبيقدر يصطاد سمكه شينو كبيره، وبيشجعوا هانا وساسكي عشان يقدر يصطادها، وبياخد الشبكه وبيطلعوا السمكه من الميه. وبيلاحظ ساسكي ان الخيط بتاعه كان كبير عشان يعرف يصطاد السمكه الكبيره دي، بس بيتردد وبيقول لهم ينزلوا السمكه في الميه لان هو كده هيبقى بيسبب مشاكل لابوه، هو كده بيجبره يرجع لامه بالعافيه. فبيعرفوا ساسكي ان ابوه هو اللي غير له الخيط علشان يقدر يصطاد السمكه، وبيكون ماتشيدا بيراقبهم من بعيد. بعد كده هم مروحين بيقعد يتكلم مع ابنه شويه لحد ما بيروح له ويوصله المحطه. ولما بيروح لامه بيبقى عايز يكلمهم بس بيتردد وبيسيبهم وبيمشي، وبيروح يكلم ارو عشان يرجعوا يصطادوا سوا. وتاني يوم بيبقى فيه شتا جامد قوي، وبيروح تاكاكي للسوبر ماركت، ومن شده الهواء بتتكسر الشمسيه بتاعته. ولما بيخش على ايس بيسالها هي ما روحتش ليه، بتعرفوا ان ماتشيدا هو اللي قال لها تستنى لحد ما الشتا يخلص علشان كده قعدت لحد دلوقتي. بيشوف هنا وهي نازله ولابسه جاكيت للمطر ومعاها شمسيه عشان تروح تصطاد، وبيحاول تاكاكي انه يمنعها تروح تصطاد في الوقت ده، بس هي بتقول له ان هي مش رايحه تصطاد وهي رايحه مشوار. وبيروح يقف عند الباب ويعرف ان هو مش هيسمح لها انها تخرج في الجو ده. ونروح نشوف ساسكي وهو بيتعلم ازاي يربط الخطاف في الصناره من الفيديوهات اللي هو بيشوفها على اليوتيوب، وبتجيله هنا وبتساله هو بيعمل ايه، فبتقول له ما تفكرش يروح يصطاد في الجو ده. بيستغرب من كلامها. ولما بترجع لتاكاكي بيسالها عن حال ساسكي، وبتعرفه ان هو كان عايز يروح يصطاد، وهي زعقت له عشان الجو وحش وما ينفعش يصطاد دلوقتي. ويبقى كلهم قاعدين ومتجمعين، وبتبقى جلسه تصوير ايس اتلغت، كليه ارو اتلغت برضه. فبيقول تاكاكي ان مفيش حد عاقل هيخرج في الجو ده. بتتضايق هانا من كلامه وبتفكره قصده عليها، وبتعرفه ان هي مش خارجه في الجو ده خالص. وبتسال ايس عن معلومات سمعتها قبل كده انه من السهل الصيد السمك في الجو الوحش ده. بعد كده بيشرح لها تاكاكي ان في الوقت ده السمك بيبقى نشيط عشان ضغط الميه، وعشان بيتجمع ناحيه الشاطئ والاسماك الصغيره بيجي الاسماك الكبيره عشان تاكلها. بس مفيش حد غبي هيخاطر بحياته عشان يصطاد في الوقت ده، وبيكونوا جعانين كلهم، وبيبقى ارو مش قادر انه يقوم يعمل اكل، فبيقرر انهم يجيبوا اي حاجه من السوبر ماركت. وبتروح ايس تشوف ساسكي تاخد منه اي حاجه. لما بتخش عليه بتلاقيه عمال يتعلم ازاي يربط الخطاف لسه. تاخد الحاجه وبترجع تتكلم مع هانا على الاسماك اللي بتبقى موجوده
موجوده في الموسم ده، وايه احسن الطرق اللي يصطادوا بيها. وبيبقوا قاعدين ومزاجهم حلو وبيقعدوا يلعبوا مع ماتشيدا، وبيقعدوا يرموا الاكل لفوق وهو ينط يشقطه بايده او ببقه عادي يعني. فبيهديهم تكاكي ويقول لهم ان احنا في الشغل وممكن يجي زبون دلوقتي، ما يعملوش صوت عالي. بتساله هنا هو ليه ما قفلش المحل، بيعرفها ان هو كان ممكن يقفل المحل بس العماله مش ببلاش، وممكن برضه في زبون يجي دلوقتي ولا حاجه، هو مش عاوز حد يجي يلاقي المكان مقفول. وبعد كده بيجي لتكاكي تليفون وبيمشي بعيد وبيقول لهم ماتشيدا ان الاكل ناقص خضار، وان هو ما بقاش ياكل خضار الفتره اللي فاتت علشان كده تعب. فبيعرفوا ارو ان ده نقص فيتامينات، ويعرفوا ان هم هيروحوا يشوفوا حاجه صحيه في المحل عشان يعملوها. ولما بيخش ماتشيدا على ساسكي بيلاقيه لسه بيتعلم ازاي يربط الخطاف، فبيديله نصيحه وبعدها بيروحوا يعملوا الاكل. وبيبقى هنا والتكاكي عمالين يلعبوا سوا. بعد كده بيروحوا لساسكي تاني وهو لسه بيتعلم برضه ربط الخطاف، فبيقطعوا وياخد حاجات منه وبيتضايق انه مش شغال، وبيسيبوا يمشوا وبيروحوا ياكلوا. والمره دي قطعوا المدير ماتشيدا تاني وهو بياخد مشروبات ليهم، وبيرجعوا يكملوا اكل وبيفكروا هيعملوا اكل ايه تاني. كل واحد بيطلع بره وما بيستقرش على حاجه. وبنروح نشوف ساسكي وهو قاعد لسه بيتعلم، وبيخش عليه الناس اللي هو كان سالف منهم الفلوس، وبيتعجز وبيبقى خايف وبيفتكر لما كان بيجري منهم كل يوم. فبيعتذروا له وبيعرفوا ان هم مش جايين ليه، مش قصدي ان افاجئك، وانهم هنا بس زباين مش اكتر، وطالبين منه فوطه عشان يمسحوا هدومهم. وتخش الزعيمه بتاعتهم فبتوعوا بيروحوا يساعدوها، بيخلوهم ماتشيدا يستعملوا الحمام بتاعهم عشان يتدفوا ويغيروا هدومهم. ولما بتشوفهم بيعملوا اكل فبيعرفوها ان هم لسه ما قرروش يعملوا ايه، فبتديلهم السمكه اللي كانت معاها. وبيكون المساعدين بتوعها كل واحد فيهم جايب اكل وهو جاي، وبيقرروا كلهم ياكلوا ويقعدوا مع بعض. فبيحضر ارو الاكل وكلهم بيتعاملوا سوا عشان يجهزوا الاكل، وبيقعدوا ياكلوا مع بعض ويفضلوا كلهم يلعبوا سوا ويستمتعوا بالاكل. بس بيبقى ساسكي لسه بيعاني مع طريقه ربط الخطاف اللي بيتعلمها. وبتروح له هنا وتساله هو انت لسه بتتعلم ليه، وبيساله واحد من المساعدين هو بيعمل ايه من ساعتها. وبتعرفهم هنا ان هو بيتعلم طريقه الربط الجديده عشان يقدر يربط خيط الخطاف. ولما بتسالها هي ليها فايده ولا لا، بتعرفهم ان ده عشان يساعده، وهو بيتعلم يصطاد بالطعم الصناعي. ويقول له تاكاكي يقول انه بقى بيحب الصيد اكتر من مره. وبيعرفوا انه بيبقى حاسس بالملل وهو بيصطاد، بس لما بيصطاد سمكه بيبقى فرحان جدا مش عارف يوصف الشعور ده بايه. وبيعرفوا انه عمره ما عمل حاجه زي كده قبل كده او شارك في النشاطات زي كده. بيقول لهم انه بدا يستمتع جدا بالصيد، وهو بيتكلم اخيرا بينجح انه يتعلم طريقه الربط الجديده. وبيتحمسوا كلهم من نجاحه ويقرروا انهم يروحوا يصطادوا. وبيروح المساعد للزعيمه وبيعرفها ان المطر وقف وان هم لازم يمشوا دلوقتي. وبتروح تقول لساسكي ان هو لو احتاج مساعدتهم في اي وقت هتساعدهم، وبعدها بتسيبه وتمشي.